مساء الخير عليكم. النهاردة هنقدم الوصفة الجميلة ديت. يا رب تعجبكم وتتابعوني دايما. الخبز العدس المشبع هو حلو جدا للحمية. اول حاجة هنعمله ان احنا هننقعه لمدة ساعتين، وده شكله بعد النقع. انا بقربه لكم بالمعلقة عشان تشوفوا. بعد كده بضيف عليه كوباية مية واحطهم كلهم في الكبة، اطحنه طحن ناعم جدا جدا جدا، ما احسش بحبيبات العدس نهائي خالص. افضل اطحن فيه لغايه ما الاقيه بقى بوريه خالص، ناعم جدا جدا، زي بالظبط الكريب. ايوه كده هوت زي ما انا حاطاه في المعلقه. بعد كده هوت بجيب عليه معلقه ملح. ممكن لو حابة ان انتي ما تنقعيش العدس، نفس الكوباية اطحنيها كويس زي ما انتوا شايفين كده في الكبة بتاعتك، مطحنة التوابل، وحطي عليها كوباية وحبة ملح وعادي خالص ونبتدي. عشان الحياء بتاعه بجيب الطاسه واحطها على النار واسخنها جدا على نار عاليه. بعد كده بجيب الكبشه املاها وابتدي اوزع كده في نفس المقلاه، اوزع الرغيف كده هو بالظبط لغايه ما اشعر اني اتوزع معقول، ما اعملش رغيف كبير، وسط كده عشان اقدر اقلبه. وامسك المعلقه كده واحاول ان انا اقرب واشوف، وبعد كده ابتدي اقلبه. طب امتى اعرف ان يستحق ان انا اقلبه دلوقتي او امتى؟ هحط صباعي كده اهوت بالراحه واشوف، مجرد ما يجيش الخبز في ايديا ما يطلعش اي حاجه، اقدر ابتدي اقلبه. وعلى قد ما انا قادره ممكن اعمل خبز صغنن خالص زي اللي انا عملته دوت، وممكن اعمله كبير. بعد ما هنخلصه كله والف هنا وشفا.